فاكر اول مره حسيت فيها انك فعلا محتاج فلوس؟ لما بتبدا كده تشوف المصاريف والالتزامات اللي عليك، بس تبدا تقول هعمل امتى فلوس وانا لسه طالب. انا في يوم من الايام يا صديقي كنت زيك بالظبط، وجربت اكتر من شغلانه وانا لسه طالب في الجامعه بتاعتي. كول سنتر بقى، مونتاج، جرافيك، حاجات كتير جدا. وصدقني التجارب الكتير دي وتنطيطي من وظيفه لوظيفه علمني حاجات كتير مستحيل كنت اتعلمها في الكليه، واتعلمت حاجات في سوق العمل فرقت جدا معايا وعرفتني بجد ايه الوظائف اللي تنفع لطالب في الكليه وايه الوظائف اللي ما كانتش تنفع وما كانش ينفع اقرب لها. فانا ببساطه يا صديقي جاي اتكلم معاك النهارده عن تجربتي الشخصيه كطالب كليه كنت زيك في يوم من الايام. هتكلم معاك عن تجربتي والوظائف اللي اشتغلت فيها والحاجات اللي فعلا تكسبك وانت طالب والحاجات اللي ما ينفعش خالص تقرب لها في الفتره دي. فلو عايز بقى تعرف تفاصيل اكتر يبقى لازم دلوقتي تصلي على النبي وتتابع الحلقه دي للنهايه. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم فيديو جديد، معاكم طارق صادق. بفكركم ان احنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليا باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. عارف يا صديقي انك يمكن تكون ملاحظ ان انا غبت بقالي كتير وما بنزلش فيديوهات، بس ده بسبب ان فعلا التفاعل سيء جدا الفترة دي، فالواحد محبط ومش قادر يقوم يعمل فيديو. فيعني شجعوني كده وادعموني ان انا اكمل يا شباب، عشان ما بحبش لحظات الاحباط اللي بتجيلي دي. فانزل دلوقتي اتاكد انك عامل لايك، ويلا بينا على طول ندخل على اول وظيفة اشتغلتها في التجربة بتاعتي. اول حاجه اشتغلتها صديقي وانا طالب كانت وظيفه خدمه العملاء او الكول سنتر. كنت داخل التجربه دي وانا مش عارف اتوقع ايه بالظبط، وكنت شاركت معاكم قبل كده ان اللي عرفني الوظيفه دي كان زميل ليا، وتقدر ترجع للحلقه اللي عملتها بشكل كامل عن وظيفه الكول سنتر. في البدايه طبعا يا صديقي كنت هايب الموضوع جدا وخايف منه، لكن لما دخلت في المجال ده اكتشفت ان المجال مليان كلام كتير مش حقيقي ومخاوف كتير بتبقى جوه الناس، بالذات الطلاب اللي داخلين تجربه زي دي وخايفين يدخلوا وظيفه زي دي وفاكرين ان هي صعبه. لكن في ارض الواقع لقيت كلام كتير قوي اختلف. كل اللي انت محتاجه ببساطه صديقي في وظيفه زي دي انك يكون عندك ودنين، يعني بتعرف تسمع وبتعرف تتعامل مع العملاء اللي بيكلموك، سواء بقى محتاجك تظبط له حاجه في الخدمه او متعصب وعنده مشكله او ايا يكن. تسمع كويس وتبقى هادي وتكون ذوق ومحترم. لو انت فيك الحاجات دي يبقى الوظيفه دي مناسبه جدا ليك. وطبعا انا عارف ان اهم حاجه في الليله دي كلها صديقي السكومونس، الفلوس بتاعت الكول سنتر يا طارق عامله ايه. بتسلم عليك جدا يا صديقي لو انت معاك لغه عربيه تقدر تشتغلها بكل اريحيه وتاخد مرتب كويس. اما بقى لو انت عايز بجد يكون لك مرتب كويس بمعنى كويس حتى لو انت لسه طالب، يبقى قدامك يا صديقي ان انت تتعلم لغه تانية. انت بقى شاطر في انجليزي، شاطر في الماني، شاطر في فرنسي، كل الحاجات دي ليها قسم خدمه العملاء او الكول سنتر الخاص بيها. وعايز اقول لك يا صديقي ان مرتبات الكول سنتر بتوصل في شركات معينه ل 20,000 و25,000 و30,000. يا طارق الكلام ده للناس الخريجين اللي خلاص عندهم سنتين 3 خبره وشغالين في سوق العمل. والله يا صديقي مضحوك عليك، انا اعرف ناس شغاله باللغه التانية ومرتباتها بتتجاوز ال 15,000 وال 20,000 وكول سنتر بس لغه تانية. يعني ما تستناش ان انت يكون معاك اللغه العربيه وعايز تقبض 20,000 جنيه. اللغه العربيه هتشغلك، بس بتبدا بقى معاك من اول 5,000 لغايه مثلا 10,000 12,000 في بعض الشركات زي فودافون وشركات تانية. لكن لو انت عايز تكسب اكبر مكسب من الوظيفه دي يبقى لازم يبقى معاك لغه تانية. مش معاك لغه تانية ومعاك العربي بس يعني كفايه، مش هنقول لك لا، برضه هتقدر تشتغل. وطبعا عشان تعرف بقى ازاي تشتغل كول سنتر وايه التفاصيل والحاجات اللي تهمك، ارجع للحلقه اللي عملناها قبل كده عن الكول سنتر، هسيب لك الرابط بتاعها تحت في وصف الفيديو، اللي هو الكلام اللي تحت الفيديو. بعد تجربة الكول سنتر صديقي بدأت أدخل بقى شوية كده وأعرف شوية حاجات كده في الفيديوهات، لأن كنت شايف قدامي إن أنا عايز أكون صانع محتوى، ولسه طبعا صناعة المحتوى دي هنتكلم عنها قدام. فخلال فترة ما أنا بتعلم صناعة المحتوى قابلت كده ناس اسمهم فورا اليو جي سي، ودول اللي هم شارع العلوم، وزي ما بقول لك كده عبد الله عنان ويوسف مجدي، اكيد سمعت عنهم او شفتهم قبل كده. كان في كده مشروع شراكه وان احنا المفروض هنتعاون ونعمل شغل مع بعض، لكن الموضوع ما تمش. وخلال الفتره بتاعت التدريبات والتواصل معاهم كان طبعا لازم نحسن المونتاج بتاعنا ونحسن صناعه المحتوى بتاعتنا والادوات بتاعتنا. فالتجربه دي فرقت معايا جدا 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 في نواحي كتير جدا، وطبعا على راسهم المونتاج. بسبب التجربه دي بدات اتعلم المونتاج بشكل احترافي شويه، برامج زي كاب كات وبريمير برو وغيرهم كتير. ولما فشلت التجربه دي وللاسف ما كملتش، واتمنى ان هي تتكرر يعني وتتظبط بعد كده،
كان معايا موهبه اسمها مونتاج وموهبه كويسه واعرف ان هي بتكسب فلوس كويسه، فبدات ادخل على الجروبات اللي على الفيسبوك اللي فيها ناس محتاجه ناس تعمل لها مونتاج للفيديوهات، وادور لو حد محتاج مونتاج لبودكاست، مونتاج لفيديو ريلز او شورت صغير، مونتاج لفيديو على اليوتيوب. وطبعا بسبب تجربتي مع فورال UGC بيبقى معايا البورتفوليو اللي هو الاعمال اللي احنا عملناها وما نزلناش منها حاجه دي، بس كانت موجوده معايا. فبقى لما حد ادخل اكلمه ان تعالى اعمل لك مونتاج وكده يقول لي عايز اشوف شغلك، فابعت له البورتفوليو بتاعي فيحبه فنبدا نشتغل فنجيب فلوس. واخرهم يا صديقي كان عميل من قطر، ربنا يسامحه بقى بنطرح مراح لان المعامله معاه ما كانتش احسن حاجه، بس كان عندي زبون من قطر. ومن الوظيفه دي يا صديقي ورغم ان انا ما كانش معايا امكانيات جامده والجهاز بتاعي البي سي بتاعي مش قوي والمونتاج بتاعي مش اجمد حاجه في الدنيا، الا اني عرفت اعمل منها فلوس كويسه. وبرضه المونتاج عملنا عنه فيديو قبل كده تقدر تروح تشوفه. قبل ما اكمل بقى باقي التجربه يا صديقي، هو انت اصلا نزلت دعمتين زي ما قلت لك في البدايه وعملت لايك وعملت سبسكرايب وفعلت زرار الجرس؟ لو نسيت فاديني بفكرك، ولو مكمل الحلقه لغايه هنا انزل اكتب لي رقم 31 لان دي كلمه السر اللي هتعرفنا مين صحابنا الابطال المكملين الحلقه لغايه هنا ومركزين ومصحصحين معايا. نيجي بقى صديقي لصناعة المحتوى اللي كنت بكلمك عنها من شوية. مهما اتكلم عن قد ايه الوظيفة دي فرقت جدا معايا وانا لسه طالب في الكلية مش هقدر اوفي لك حقها. كفاية بس ان انا اقول لك ان انا كنت في اخر يوم في امتحانات سنة تانية او تالتة مش متذكر قوي في الكلية، وقتها قررت ان انا كان عندي قناة يوتيوب زمان يا طارق عليها يجي يعني 80 100 150 واحد كده بيتابعوك، ما تفتحها تاني وتعمل عليها محتوى تعليمي. الكلام ده كان 2023 2022 مش فاكر امتى بالظبط. وقتها فتحت قناتي على اليوتيوب يا صديقي بامكانيات بسيطه جدا. عايز اقول لك الميكروفون اللي معايا ده هو الميكروفون اللي معايا من يوم ما بدات، كان وقتها بحوالي 150 جنيه. استثمار بسيط جدا في القناه بتاعتي ما تجاوزش وقتها 300 جنيه او 250 جنيه، وقدرت اعمل القناه اللي انت شايفها دلوقتي اللي عليها اكتر من 300 الف متابع بامكانيات بسيطه صديقي وبمحتوى خالي من كل الكلاكيع زي ما بنقول. طبعا في البدايه كنت بعمل الموضوع ده كشغف وحب للحاجه اللي انا بعملها، وفي الاول والاخر ان انت بتعمل علم تشاركه للناس وصدقه جاريه عليك. لكن مع الوقت لقيت ان الموضوع مربح، ولو فاكر ان انت الربح من صناعه المحتوى بيكون في الاعلانات اللي بتظهر لك على الفيديوهات والكلام ده، فانا عايز اقول لك ان ده كلام فاضي جدا بجانب الفرص اللي انت ممكن تعملها من صناعه المحتوى. ممكن تلاقي واحد عنده شركات وبيعمل محتوى عادي على اليوتيوب، ده بيكون يا صديقي بيسوق لشغل تاني اكبر هيكسبه مبالغ اعلى. فصناعه المحتوى بدايه قويه جدا ليك لو انت لسه طالب وعايز تكسب فلوس. تقدر تكسب فلوس من المحتوى نفسه او من حاجات بعد كده تقدر تسوق لها او تعمل لها اعلانات، وطرق الربح من صناعه المحتوى كتير جدا. لو عايزين فيديو تفصيلي عن صناعه المحتوى وازاي تكون صانع محتوى شاطر اكتبوا لي تحت في التعليقات كلمه صانع محتوى او صناعه محتوى واعمل لكم فيديو تفصيلي قريب جدا. رابع وظيفة بعد كده رحت لها صديقي واللي صناعة المحتوى نبهتني ليها بشكل قوي هي التسويق الإلكتروني. لقيت ان صناعة المحتوى واغلب الشغل الموجود دلوقتي على الانترنت معتمد بشكل كبير على التسويق الإلكتروني الديجيتال ماركتنج، وكانت وقتها وزارة الاتصالات منزلة كورس مجانا لتعليم التسويق الإلكتروني، وكان معايا تحليل بيانات وحاجات تانية كتير اشتغلت فيها برضه هي والبرمجة. بس انا حسيت ان يعني الحلقه دي تستحق وبشده ان انا ادخلك فيها تسويق الكتروني مش باقي الحاجات، لان دي كانت فتحه خير عليا شويه. اشتغلت مع اكتر من شركه. الشغل الحالي بتاعي دلوقتي في المكان اللي انا بشتغل فيه نسبه كبيره جدا تسويق الكتروني، فالتسويق الالكتروني برضه من الوظائف المناسبه جدا للطلاب واللي تقدر تتعلمها بشكل مجاني. وانا ممكن لو لقيت اقبال منكم يا صديقي اعمل لك هنا فيديو تفصيلي للتجربه بتاعتي كامله في التسويق الالكتروني، ازاي اتعلمته وايه المصادر المجانيه اللي تتعلموا منها، وازاي تقدر تجيب الوظائف والفلوس بتاعتك والشغل بتاعك، وازاي تقدر تشتغل في شركات او تشتغل بره او تشتغل اونلاين. يعني التسويق الالكتروني بجد من الحاجات المهمه جدا نتكلم عنها هنا في القناه. بكده يا صديقي اكون لخصت لك حوالي 4 وظائف انا شايف ان هم اسهل واحسن 4 وظائف تقدر تشتغلهم وانت لسه طالب. في وظائف تانية زي تحليل البيانات بس حسيت ان هي صعبه شويه على طالب لسه بيبدا، وفي طبعا البرمجه اللي هي وظيفه مهمه جدا ومربحه جدا، بس يعني خفت يكون بيتفرج عليا حد لسه في سنه اولى كده ولسه بيبدا حياته واقول له برمجه وهو بعيد خالص عن البرمجه. لكن لو تقدر عليها طبعا هي حاجه كويسه. لو عايزين جزء تاني من الحلقه دي وارشح لك وظائف تانية، ولو عايزين نعدل بقى على الحلقه ونضيف مثلا مصادر او طرق تعلم وحاجات داخل الحلقه، يعني اشوف منك دعم وعينيا الاثنين ليك يا صديقي. طبعا لو كملت الحلقه لغايه هنا ولغايه النهايه انزل اكتب لي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا الابطال اللي كملوا الحلقه دي للاخر. وطبعا لو عندك سؤال استفسار حاجه عايزنا نتكلم عنها او نعمل عنها حلقه منفصله اكتب لي تحت في التعليقات ومن عينيا الاثنين. اتمنى حقيقي في النهايه تكون الحلقه دي لطيفه وخفيفه وتكون بسطتم واستفدتم. كان معكم طارق صادق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.